السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهاردة هعمل معاكم المكرونة بشاميل بطريقة حلوة جدا، طريقتي الخاصة بجد. لو جربتوها بالطريقة دي هتنسوا اي طريقة تانية. بتطلع جوسي كده وجميلة وطعمها تحفة. وعملت جنبها كده بانيه محمر، يعني بجد كانت وجبة غدا جميلة جدا، هتعجب ولادك جدا اكيد. طبعا مفيش حد خالص ما بيحبش المكرونة بالبشاميل. زي ما انتوا شايفين كده، شايفين انا شلت قطعة منها كده عاملة ازاي، مع انها لسه سخنة جدا بس ماسكة نفسها كده، وبجد خطيرة، بجد طعمها جميل جدا. صدقوني جربوها بطريقتي دي، بجد هتعملوا احلى مكرونة بشاميل. هعملها لكم كمان بتكات، امشوا ورايا بس بالتكات دي هتطلع معاكم اجمل مكرونة بشاميل دقتوها قبل كده. يلا ما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد، ويلا بقى نبدأ نشوف عملنا ايه. معايا هنا نص كيلو لحمة مفرومة، حطيت معلقة زيت ومعلقة سمنة بلدي، وحطيت اللحمة كده تاخد صدمة، وحطيت عليها شوية ملح صغيرين خالص، يعني يدوب رشة صغيرة خالص علشان بس تفك، يعني تبقى مفرولة معايا كده. وعملت بصلاية كبيرة ضربتها في الكبة وحطيتها عليها، وحطيت كمان طماطماية قطعتها صغير وحطيتها عليها، ورشة فلفل اسود ومكعب مرقة ورشة بهارات فراخ. بعد كده معصقتها كويس معايا، نزلت عليها بمعلقة صلصة، ودي تكة هتخلي معاكي اللحمة جوسي كده ولونها احمر وفيها صوص كده وجميلة. وحطيت بقى، كملت الملح بتاعي لان انا كنت حاطة رشة صغيرة. كملت الملح، حطيت نص معلقة وقلبتها وهسيبها بقى تستوي. وهنا المية بتاعتي اللي هسلق فيها المكرونة، وده اللبن غليته، ده رتل اللبن غليته معاكو. دي المية اللي انا قلتلكوا عليها بتاعة المكرونة. طبعا مية المكرونة بتحطي فيها ملح بس، ما بحطش فيها زيت، علشان لما تيجي تحطي البشاميل يمسك في المكرونة بتاعتك. فبتحطي ملح بس، ما بتحطيش زيت. هسيبها بقى يا دوب نص سوا، ما تسويهاش قوي علشان ما تعجنش منك، لان انتي لسه هتحطيها تستوي في الفرن، هتبقى معجنة لو سويتيها يعني سوا كامل. نص سوا. هنا حطيت معايا معلقتين سمنة بلدي كبار، وحطيت فيهم الدقيق بتاعي، حطيت 4 معالق دقيق زي ما انتم شايفين كده. طبعا 4 معالق دقيق صغيرين او معلقتين دقيق كبار، لاني لسه هحط كيس بشاميل، فما بكترش الدقيق. يعني هما اما 4 معالق دقيق صغيرين، يا اما معلقتين كبار. طبعا شوحت الدقيق كده لغايه ما شميت ريحته ولونه بقى ذهبي كده، بقى ذهبي. نزلت عليه باللبن، وطبعا بقلب كويس علشان البشاميل ميكتلش معايا. دي المكرونه زي ما بقولكوا كده، انا عملتها نص سوا زي ما بقولك عشان ما تعجنش منك لما تيجي تسويها في البشاميل. وطبعا هصفيها دلوقتي وهسيبها بقى في جنب. انا بوريكم دلوقتي ان هي ما استوتش جامد، يعني نص سوا كده. هسيبها بقى اركنها في جنب وهنكمل البشاميل بتاعنا. طبعا لقيت الحله صغيره فديت البشاميل بتاعي في حله اكبر علشان اعرف يعني اعمله كويس. زي ما قلت لكم حطيت سمنه بلدي، وحطيت فيها 4 معالق دقيق صغيره او معلقتين كبار. وهو يا دوب الدقيق بتاعي احمر بس، يعني بقى ذهبي كده وبقى ليه ريحه. نزلت عليه باللبن وبقلب كويس عشان ما يكتلش معايا. ونزلت كمان بكبشتين شوربه، انا بحب اعمل البشاميل بتاعي باللبن وبالشوربه. ونزلت دلوقتي بمعلقه فلفل اسود ومكعب مرقه، وبقلبه كويس كده معاكم. مش هاحط الملح دلوقتي طبعًا، لإن زي ما أنتم شايفين كده كيس البشاميل ده بيبقى فيه ملح. ده بشاميل بالجبنة، جميل جدًا. جربوها بالطريقة دي بجد هتعجبكم جدًا، هتفرق معاكم، وبيبقى فيه بهارات كده وبيبقى طعمه جميل جدًا في البشاميل. هاقلب كويس جدًا بقى واشوف الحدق بتاعه، ولو عايز ملح باحط شوية ملح. زي ما أنتم شايفين بدأ يتقل كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعًا ايديكِ على طول في البشاميل بتاعِك علشان ما يكتلش خالص منِك. هاحط كمان يعني شوية جبنة موتزاريلا كده، قيمة نص كوباية صغيرة، أو 4 معالق مثلا جبنة موتزاريلا، 4 معالق صغيرين أو معلقتين كبار. بتقلبيهم كويس كده، بيدوا كده مطة في البشاميل بتاعك، بتبقى حلو جدا وبيدوا طعمه حلو. معايا هنا بيضتين، طبعا أنا دلوقتي طفيت على البشاميل بتاعي. هقلب بقى كويس جدا. طبعا بتسيبي البشاميل بتاعك لما بيبرد، وبعدين بتنزلي البيض عشان ما يتسلقش معاكي. تبدأي تقلبي برضو بسرعة.
طبعا انا حطيت معلقه صغيره ملح، ونسيت اصور لكم. حطيت معلقه صغيره ملح في البشاميل بتاعي، يعني دقته لقيت ناقص ملح. بتدوقي الاول، لو ناقص ملح بتحطي، ما مش ناقص ملح خلاص. ودي اللحمه انا وريتها لكم بعد ما اتعصجت. وببدا كده اجهز الصينيه بتاعتي اللي هعمل فيها البشاميل. طبعا انا مسرعه الفيديو علشان ما يبقاش طويل عليكم. كده يا حبايبي ببدا احط كبشتين كده من البشاميل، ويعني اعمل الصينيه كلها بيها كده. اغلف الصينيه كلها كده بالبشاميل علشان ابدا بقى احط المكرونه بتاعتي. الخطوات سهله جدا وجميله، وبجد صينيه المكرونه بالبشاميل ديت تشرفك في اي عزومه. بتطلع كده جميله جدا وطعمها حلو جدا. حطيت هنا بقى اللحمه بتاعتي المعصجه على المكرونه بتاعتي. انا بحب اعملها كده علشان يعني المكرونه كلها بيبقى فيها لحمه، والعيال كانوا بياخدوا المكرونة كده باللحمة ويسيبوا بقيتها. اما بتقلبيها كلها كده مع اللحمة بتبقى كلها كده فيها لحمة، بتبقى جميلة خالص. عايزة تعمليها مثلا رق تحت وبعدين تحطي اللحمة وبعدين تحطي رق تاني، يعني دي براحتك. بس دي طريقتي، وانا بقولك طريقتي اللي انا بعملها بيها. طبعا هسوي خالص كده المكرونة بتاعتي وبعدين انزل عليها بقى بالبشاميل. طبعا البشاميل بيبقى يعني ولا خفيف ولا تقيل، بيبقى وسط كده عشان ما يبقاش تقيل قوي ولا يبقى خفيف قوي يبقى زي المية، يعني بيبقى وسط. بيطلع معاكي مظبوط جدا وبيطلع جميل خالص. هبدأ انزل كده يا حبايبي بالبشاميل زي ما انتم شايفين كده، يعني وسط ولا خفيف ولا تقيل. هغطي بقى المكرونة بتاعتي كلها كده بالبشاميل. طبعا يا حبيبة قلبي لو وصلتي لغاية هنا وكنتي اول مرة تشوفي قناتي، يا ريت ما تنسيش اللايك وتعليقك الحلو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. وطبعا بشكر كل حبايبي اللي اشتركوا في قناتي واللي دخلوا لي ضيوف جديدة، بشكرهم جدا وبشكرهم على تعليقاتهم الحلوة. ربنا يسعد قلوبهم يا رب. كده يا حبايبي زي ما انتم شايفين بقى يعني مش هسيب ولا نقطة بشاميل. البشاميل بيبقى طعمه حلو جدا بجد، يعني جربوه بجد، البشاميل بيبقى طعمه يعني تحفة. كده يا حبايبي سويت المكرونة كلها وسويت البشاميل على الوش كده. هبدأ بقى احط عليها بخبطها خبطتين كده علشان بس البشاميل يتشرب في المكرونة كلها تحت وفوق. هبدأ احط بقى الجبنة الموتزاريلا كده زي ما انتم شايفين. طبعا لو ما عندكيش جبنة موتزاريلا عادي يعني، بس انا كان عندي فحطيتها على الوش لانها بتدي يعني شكل وتحميرة حلوة جدا كده لصينية المكرونة. طبعا انا قبل ما احط المكرونة، قبل ما احط الجبنة الموتزاريلا شغلت الفرن علشان يبقى سخن لما اجي ادخل البشاميل بتاعي او المكرونة بالبشاميل. كده حبايبي طبعا هتحطي على الوش كله علشان الوش كله يبقى متحمر، يبقى لونه حلو كده. وهوريكم برضو بعد ما اوزع الجبنة كده حبايبي، بعد ما وزعت الجبنة كده على الوش. طبعا عايزة تكتري تقللي دي براحتك، بس ده الكمية اللي انا حبيت احطها يعني. هبدأ ادخلها الفرن بقى من تحت لغاية ما الاقيها كده اتشمعت كده، بقت شكلها يعني اتشمعت وبدأت تستوي. هروح جاية مشغلة بقى الشواية يدوب 5 دقايق بالظبط، هتلاقي وشها احمر كده وبقى جميل كده معاكي. بجد ايه رأيكم في شكلها؟ بجد طعمها كمان كان احسن من شكلها. وكده يا حبايبي بعد ما خلصت زي ما انتم شايفين كده المكرونة بتاعتي والبانيه طبعا انا حمرته. ما حبيتش اعمله معاكم علشان بس الفيديو ما يبقاش طويل، ان شاء الله اعملهم لكم مرة تانية. هعمل لكم البانيه وخلطة البانيه اللي انا بعملها، بيبقى متغلف كده وعليه كفر كده وبيبقى مقرمش وجميل. ودي كانت المكرونة. هبدأ ادوقها بقى قدامكم واقول لكم انها ايه خطيرة بجد تحفة. ان شاء الله تجربوا المكرونة البشاميل بطريقتي وهتعتمدوها، مش هتجربوا اي طريقة تانية للمكرونة البشاميل، لانها بجد بتطلع جميلة جدا. يعني بسم الله ما شاء الله الصينية هي الغدا بتخلص بسم الله ما شاء الله، يعني من طعمها وحلاوتها ما بتفضلش منها حاجة خالص. كده يا حبايب قلبي الفيديو بتاعي خلص، وان شاء الله يعجبكم. وما تنسوش تكتبولي في التعليقات، واسيبكم كده في حفظ الله، وانتظروني في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.